صحيتي الصبح مبسوطة جدا وبعد كام ساعة لقيتي نفسك مخنوقة مش طايقة حد وكل حاجة حواليكي مستفزة. وبعدين حد يسألك مالك فتقولي معرفش مفيش حاجة. بس الحقيقة ان غالبا في حاجة، مش شرط تكوني عارفة تسميها ومش شرط تكون حصلت من 5 دقايق. اوقات مزاجنا مش بيتغير لان موقف واحد حصل، مزاجنا بيتغير لان جسمنا وعقلنا وضغطنا النفسي وحاجات كتير قوي متراكمة جوانا وصلوا لنقطة معينة. يا مساء الخير في بودكاست لك الساعة 7 مع نور كل تلات وخميس. الحلقة الثالثة من سلسلة المشاعر اللي بنتكلم فيها عن مشاعر مختلفة بنحس بيها، قد تكون مشاعر حزينة وقد تكون مشاعر كويسة. عشان كده النهاردة مش هقولك اهدي ولا فكري بإيجابية، لا خالص. النهاردة عايزين نفهم مع بعض هو ايه اللي بيحصل لنا بالظبط وليه عندنا تقلبات معينة قد نشعر بيها بس ما نفهمش هي سببها ايه. خليني كده أسات فاونديشنز الأول وأقولك إن مزاجك بيتغير، ده مش معناه إن انتي شخصية متقلبة، لأن احنا ساعات بنعامل المود ده كأنه شخصية. أنا عصبية، أنا حساسة، أنا مودي، أنا يوم فوق ويوم تحت. بس المزاج مش البرسوناليتي بتاعتك ومش هويتك، المزاج عبارة عن حالة، حالة بتتغير. زي ما جسمك يكون يوم فيه طاقة ويوم مرهق، يوم محتاجة تنامي ويوم ما جيلكيش نوم أصلا. نفسيتك كمان مش ثابتة على درجة واحدة طول الوقت. انتي مش ماشين، مش المفروض تصحي كل يوم بنفس الطاقة بنفس الحماس بنفس الصبر بنفس القدرة على التعامل مع الناس. المشكلة بتبدأ لما بنحاول نفهم كل تغير في المزاج ده على إنه دليل على إن في حاجة غلط فينا. المود ده أو المزاج ببساطة عبارة عن حالة عاطفية عامة اللي بتأثر على الطريقة اللي بنشوف بيها اليوم والأحداث اللي بتحصل فيه. يعني نفس الموقف ممكن يحصل النهاردة فتضحكي، ويحصل بكرة يخنقك، ويحصل بعده يخليكي تعيطي. هل الموقف اتغير؟ لا خالص، هو نفس الموقف. انتي اللي حالتك الداخلية اتغيرت، ودي نقطة نفسية مهمة جدا، لان مشاعرنا مش بتتكون من حدث لوحده. ساعات بيبقى كمان في تراكمات، يعني مثلا ممكن يحصل الحدث ده، الايفنت ده، تفسيرنا احنا للحدث ده، وحالتنا الجسدية والنفسية في اللحظة دي. يعني ببساطة شديدة لو انتي مرهقة، نومك قليل، متوترة، حاسة ان انتي مضغوطة، overwhelmed، رسالة بسيطة من شخص ممكن تفهميها بشكل مختلف تماما. الرسالة زي تمام، كلمة واحدة ممكن في يوم عادي جدا تعدي عادي جدا، لكن وانت متوترة مخك بيفضل يانالايز يعني ايه تمام وبس، فول ستوب. هو الشخص ده متضايق مني، انا عملت حاجة ليه رده رود كده او جاف كده، ما فيهوش اي حاجة، هو اتغير، هو في ايه بالظبط، مع ان الرسالة هي مفيش حاجة اتغيرت خالص، لكن جهازك النفسي اللي بيستقبلها هو اللي كان في حالة مختلفة. طيب تفتكري بقى ليه عندنا مود سوينجز؟ في أسباب كتيرة وأحيانا السبب مش واحد. ممكن for example ضغط متراكم، عندك ضغط كتير قوي وانتي حاسة ان انتي overwhelmed، ودي من اكتر الحاجات اللي مش بناخد بالنا منها. احنا بنفتكر ان لازم يحصل حدث فج وكبير زي خناقة، مشكلة، خبر وحش نستقبله، لكن الحقيقة ان الضغط ممكن يتجمع في حاجات صغيرة جدا، زي مكالمة كان لازم تعمليها وملحقتيش تعمليها، شغل كتير، رسالة مثلا مش عارفة تردي عليها، مشكلة مع حد، تفكير في المستقبل، مقارنة نفسك مثلا ان انت بتقارن نفسك بغيرك، ضغط اجتماعي، وده كتير قوي واتكلمنا عنه كتير قوي في البودكاست، ممكن ترجعي للمجتمع، الحلقات اللي ليها علاقة بالمجتمع والماريج والاكسبكتيشنز ان جنرال، احساس ان انت متاخره عن اللي حواليكي، وده برضو اتكلمنا عنها في حلقه ان هو ليه احنا حاسين ان احنا دايما متاخرين. حاولة مثلا ان انت تباني ان انت كويسه طول الوقت. كل حاجه لوحدها شكلها بسيط جدا، لكن لما يتحطوا فوق بعض الجهاز العصبي بيقولك كفايه، هو قاعد في الكورنر بيترعش. وساعات اخر موقف صغير هو اللي يخلينا ننفجر. عارفين زي كده مصطلح بالانجلش اسمه last straw، دي اخر قشة. فنقول انا مش فاهمة انا زعلت ليه، لكن انتي ما زعلتيش بسبب اخر موقف بس، انتي كنت شايلة حاجات كتير قوي من قبله. فلو تخيلنا for example واحدة طول اليوم عمالة تقول معلش، ولا يهمك أنا كويسة، هستحمل، مش مشكلة، بعدين أشوف المشكلة دي، مش وقته، وتفضل تأجل مشاعرها لحد ما حد يسألها هتتعشي ايه،
بتنفجر فيه، مش عارفة سيبوني في حالي، أنا عايزة أقعد لوحدي، واللي حواليها يستغربوا هي اتعصبت ليه، مفيش حاجة حصلت أصلا. لكن أحيانا المشكلة مش في سؤال العشاء، المشكلة في كل معلش اللي سبقت العشاء. سبب التاني من الأسباب اللي ممكن تسبب مود سوينجز هي عدم النوم أو الإرهاق الجسدي. ودي نقطة برضو ناس كتيرة قوي بتستهين بيها. لما جسمك يكون مرهق، قدرتك على تنظيم to regulate your feelings، ان انت تنظمي مشاعرك، بتتأثر برضو. زي قلة النوم ممكن تخليكي أسرع في العصبية، أقل قدرة طبعا عن التركيز، أكثر حساسية للتوتر. وعشان كده قبل ما تقولي أنا بقيت شخصية وحشة، اسألي نفسك أنا نمت كام ساعة النهاردة، أكلت كويس، شربت مية، طب أنا مرهقة، طب أنا أصلا I communicated with a person، مثلا البيرسون ده بيريحني، أو حتى I journaled، عملت journaling وطلعت مشاعري دي بره. لأن ساعات بنحاول نحل مشكلة نفسية وكل اللي احنا محتاجينه ان احنا ننام شوية. وتالت سبب، وده بسيط جدا ببساطة شديدة، هرمونز. لما يبقى فيه تغيرات هرمونية بسبب لحظات معينة بتحصل أو فترات معينة في الشهر، ده بيخلي إن احنا عندنا مزاجنا مش كويس خالص. ومش كل تقلب مزاج طبعا سببه الهرمونات، لا خالص، لأن دي جملة سخيفة جدا. لأن ساعات المجتمع بيستخدم الهرمونات دي كطريقة سهلة جدا لإلغاء أصلا مشاعر الستات، فإحنا مش بنتكلم إن ده السبب الرئيسي والأساسي للمود سوينجز بتاعتك، لا خالص. ممكن تكوني متعصبة لأن حد فعلا ضايقك، أو ممكن الهرمونز فعلا ليها تأثير. يعني مش كل مشاعرك هرمونات، ومش كل التغيرات الهرمونية ملهاش تأثير. رابع سبب من الأسباب اللي ممكن تخليكي عندك مود سوينجز كتير قوي هي الأفكار اللي إحنا مش واخدين بالنا منها. أحيانا مودك بيتغير قبل ما تعرفي حتى إيه الفكرة اللي غيرته. مثلا لو شفتي واحدة على السوشيال ميديا حياتها شكلها مثالي، تبدأي من غير ما تحسي في المقارنات، أنا متأخرة، أنا ما عنديش اللي عندها، أنا ليه لسه هنا، وبعد 5 دقايق مودك خلاص بينهار. لكن لو سألتك مثلا هو ايه اللي حصل، هتقولي ولا حاجة، لأن بجد مفيش حاجة حصلت. الحدث الوحيد أو الإيفنت الوحيد اللي حصل هو القصة اللي انتي بنيتيها في مخك، وده برضو بيأثر على نفسيتنا. خامس حاجة هي كبت المشاعر دي أصلا. وأحيانا بنتعلم من صغرنا إن المشاعر المزعجة أو النيجاتيف ثوت أو نيجاتيف feelings sorry لازم تختفي بسرعة. ما تعيطيش، ما تزعليش، كبري دماغك، انسي، خليكي قوية. فنتعلم بدل ما نقول أنا زعلانة نقول أنا كويسة، بدل ما نقول أنا خايفة نقول مش فارقة، بدل ما نقول أنا محتاجة نقول أنا مش محتاجة حد. لكن المشاعر اللي بنرفض نعترف بيها دي مش بتختفي على فكرة، ممكن تظهر في شكل عصبية، بكاء هستيري بلا سبب، بس هو في سبب زي ما فهمنا، توتر، أو ببساطة المود سوينجز اللي عندنا. فأنا هنا النهاردة عشان أقولك إن المشاعر مش مشكلة لازم تتخلصي منها. المشاعر نعتبرها information. يعني مثلا الخوف ممكن يقول لنا في حاجة محتاجة أخد بالي منها، الحزن ممكن يقول لنا في حاجة I lost أو فقدتها ومحتاجة أتعافى منها، الغضب ممكن يقول لنا في حد هو ما احترمش الباوندرز بتاعته، الإرهاق ممكن يقول لنا انت طاقتك قليلة ومحتاجة ترتاحي. فالمشاعر لا مشكلة ولا أمر. يعني لو أنا غضبانة ده مش معناه إن أنا لازم أزعق، لو أنا خايفة ده مش معناه إن أنا لازم أهرب، لو أنا زعلانة ده مش معناه إن حياتي كلها وحشة. انتي كل الفكرة إن المشاعر دي عبارة عن information لازم تتعاملي معاها. وعشان تتعاملي معاها في طرق معينة ممكن تساعدك. أول طريقة مثلا إن انتي ما تاخديش قرارات كبيرة وانتي منفعلة. لو انتي غضبانة جدا ما تبعتيش المسج اللي انتي لازم تبعتيها، لو انتي زعلانة ما تقرريش ان انتي مش عايزة تكلمي الشخص ده اللي هو سبب في زعلك for example. لو انتي حاسة انك فاشلة ما تقرريش ان حياتك كلها فاشلة. ليه؟ لان شدة الشعور ممكن تغير طريقة تقييمنا للموقف. فبدل انا لازم اتصرف دلوقتي، ممكن نقول انا هتصرف لما اهدى. وده مش تجاهل، ده تنظيم للمشاعر. تاني حاجة، سمي الشعور باسمه. يعني بدل ما اقول انا وحشه قولي انا متضايقه، بدل ما اقول انا مخنوقه
اسألي أنا زعلانة، متوترة، حاسة بالرفض، مرهقة، خايفة. ايه المشكلة بالظبط؟ أنا مخنوقة ليه؟ لأن لما نسمي الشعور بنبدأ نفصله عن هويتنا أو الانتيتي بتاعتنا. مش أنا عبارة عن واحدة غاضبة طول الوقت، لأ، أنا حاسة بالغضب، ودي مسافة صغيرة جدا في الكلام، بس هي نفسيا بتأثر جدا. تالت حاجة، اسألي هو ايه اللي حصل قبل ما مودي ده يتغير. مش ليه انا كده، لا، هو ايه اللي حصل قبل ما احس بكده. مين كلمك؟ ايه الفكرة اللي جت في دماغك؟ كنت فين؟ كنت عاملة ايه؟ كنت نايمة كويس؟ كنت على السوشيال ميديا فور اكزامبل؟ كنت مع شخص معين؟ هل حصل موقف صغير؟ في حد عمل باترنز معينة بتضايقك؟ ممكن تكتشفي ان مودك بيقع مثلا، او بيبقى فيه مود سوينجز كل ما تقعدي على السوشيال ميديا وقت طويل، او كل ما تتعاملي مع شخص معين، او لما تفضلي فترة من غير راحة، او for example فترة معينة في الشهر، او لما بتكوني بتحاولي ترضي اشخاص مع مفهومش رضا ابدا، ما بيرضوش ابدا. رابع حاجة، ما تحاوليش تصلحي الشعور ده فورا. يعني احنا متعودين اول ما نحس بحاجة وحشة بنحاول نهرب منها، نشغل مسلسل، حاجة زي deviation كده، حاجة زي distraction كمان، نمسك الموبايل، نكلم حد، نخرج، ناكل، ننام، اي حاجة، المهم ما نحسش. لكن احيانا الحل مش انك تتخلصي من الشعور، الحل انك تسمحي لنفسك تحسيه من غير ما تغرقي فيه. اخر بوينت، ما تخليش مودك يبقى مبرر ان احنا نوجع الناس. يعني انت متضايقه ده مفهوم جدا، انك غضبانه مفهوم جدا برضو، انك محتاجه مساحتك حقك، لكن ده مش معناه ان الاهانه حق، او التجريح حق، او التكسير في اللي حواليكي حق، انك تعاقبي شخص تاني على حاجه هو ما عملهاش اصلا، ده مش حق. وعشان ما طولش اكتر من كده، هنختم بنقول امتى التقلبات دي محتاجه وقفه. لان خلينا واقعيين، مش كل تقلب او مود سوينج معناه ان في مشكله نفسيه. لكن لو التغيرات شديده جدا، متكرره جدا، مستمره لفتره طويله، بتاثر على شغلك، الريليشن شيبس بتاعتك، حياتك اليوميه، او بتخليك تعملي حاجات unfamiliar او خارجه خارج المعتاد بالنسبه لك، يبقى مهم تاخدي الموضوع بجديه وتتكلمي مع حد مختص، يعني psychiatrist، خصوصا لو في تغيرات ملحوظة جدا في النوم، في الطاقة، في التفكير. مش عشان تحطي لنفسك ليبل، لكن عشان تفهمي ايه اللي بيحصل بالظبط. وفي فرق كبير بين انا مودي اتغير النهاردة، وبين انا حاسة ان مشاعري خارجة عن السيطرة ومؤثرة عن حياتي. لو وصلتي لحد هنا فشكرا جدا ان انت كنت معانا، ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب، ولو عندك توبكس عابة نتكلم فيها بتنسيش تكتبي في الكومنتس. وشكرا ان انت كنت معانا في بودكاست لاكي الساعة 7 مع نور، كل تلات وخميس.